صينية جلاش روعة. اللي هو أنا عملته مكشكش بطريقة المحلات، بطريقة سهلة وبسيطة. أنا فتحت لكم واحدة بالشكل ده كده عشان تشوفوها. شايفين هي بالشكل الحلو ده اهي. واحدة كمان اهي. شايفين؟ أتمنى تعجبكم. صينية جلاش أو بقلاوة سهلة وبسيطة، مش مكلفة حاجة خالص. أتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة هعمل لكم صينية جلاش حلوة زي بتاعة المحلات وأحسن. إن شاء الله معانا نص كيلو جلاش، ومعانا سوداني مجروش بالشكل ده كده، ومعانا الشيش طاووق، عيدان شيش طاووق لازقاها بكده عشان هنعمل الجلاش بيه. هنبدأ بسم الله في الوصف. فردت لفة الجلاش بالشكل ده كده، هنقسمها بقى من النص بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هنحط الاتنين على بعض بالشكل ده. هناخد بقى ورقتين منهم وهنعين الباقي عشان ما ينشفش. ناخد ورقتين بالشكل ده كده اهو، وهنعين دول كده وهنلفوهم. هنرش شوية سوداني بالشكل ده كده، السوداني المكروش، بس هنسيب الطرف اللي قدام بالشكل ده كده. وهنجيب عصيان الشيش وهنلف بالطريقة دي بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. نلف لحد الآخر بالشكل ده اهو. لفينا كده بقى بالشكل ده كده اهو. هنكرمشها بالشكل ده كده اهي، ونسحب عيدان الشيش بقت بالشكل ده اهي. بالشكل ده كده هحطها بقى في الصينية. هعمل كمان ورقة معاكم بالشكل ده كده اهو. نحط شوية سوداني كده، المكسرات برضو اللي تحبوها اللي متوفرة عندكم حطوه بالشكل ده كده اهو. هنجيب عصيان الشيش بالشكل ده كده اهو وهنلف. اهي طريقة سهلة وبسيطة، والجلاش دي بيطلع طعمه حلو وشكله كمان حلو بالشكل ده كده اهو. احنا كده لفيناها، هنزقها كده نضمها على بعض بالشكل ده كده اهي، ونسحب عيدان الشيش بالشكل ده كده اهي. هنرصها برضو في الصينية. طريقة اللف بتاعته سهلة وبسيطة. احنا ولا حطينا سمنة ولا اي حاجة، هنحط السمنة في الاخر بعد ما نخلص الصينية، اللي هي نص كوباية او كوباية على حسب ايه الكمية اللي انتوا تعملوها بالشكل ده اهو. وهنضمه بالشكل ده كده، طريقة المحلات واحسن كمان، وانت تعملي في البيت باوفر واحسن وبطريقة جميلة ونضيفة لولادك بالشكل ده كده. هنحط في الصينية. انا خلصت الصينية بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين، سهلة وبسيطة اهي. هقطعها بقى، هنقطعها قطع
بالشكل ده كده اهو. هنعمل ديت برضه. هنجيب بقى السمنة وهنحطها عليه. ننزل بالسمنة بقى بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 170 أو على حسب الفرن بتاعكم يعني. كل واحد عارف درجة حرارة الفرن بتاعه أو المستوى اللي هو بيعمل فيه. إن شاء الله بعد ما تخرج من الفرن هنسقيها بالشربات وأوريها لحضراتكم. صينية الجلاش اهي بعد ما خرجت من الفرن بالشكل الجميل ده اهي. أتمنى تعجبكم وسهلة وبسيطة، مش مكلفة حاجة خالص اهي. هنزل عليها بقى بالشربات. ننزل عليها بالشكل ده كده اهو. سهلة وبسيطة خالص. هتعمليها في 10 دقايق بالشكل ده اهي. شايفين الجمال والحلاوة اهيت. أتمنى تعجبكم. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم عليكم يا رب. صينية جلاش روعة، اللي هو أنا عملته مكشكش بطريقة المحلات بطريقة سهلة وبسيطة. أنا فتحت لكم واحدة بالشكل ده كده عشان تشوفوها. شايفين اهيت بالشكل الحلو ده اهي. واحدة كمان اهي. شايفين. أتمنى تعجبكم. صينية جلاش أو بقلاوة سهلة وبسيطة، مش مكلفة حاجة خالص. أتمنى الفيديو يعجب حضراتكم.